السلام عليكم ورحمة الله. يعني إيه حياة؟ يعني إيه عيشة أو معيشة؟ يعني إيه إنسان؟ يعني إيه عبودية؟ يعني إيه حرية؟ يعني إيه خلق؟ سألت نفسك ليه أنت موجود؟ حياة يعني ليك أهمية وبتحس بوجودك وعارف كويس جدا جدا قيمة الوقت أو قيمة نفسك أو قيمة ذاتك وداخلك، كل ما فيك ليه أهمية كبيرة جدا وأنت عارف كويس جدا جدا يعني إيه أنت حي؟ يعني أنت صاحب عمل، صاحب إنتاج، صاحب مكانة كبيرة عند ربنا وعند الناس، يعني إيه أنت حي؟ يعني أنت صاحب فضل كبير جدا جدا على ناس كتير جدا جدا بعد ربنا سبحانه وتعالى، يعني إيه أنت حي؟ يعني ربنا وضع فيك حاجات كتيرة جدا وميزات مختلفة فضلك بيها على ناس كتير وعن كل الكائنات الموجودة في الدنيا بحالها، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ربنا وضع فيك بصيرة كبيرة جدا جدا عشان تفهم أكتر وتعرف إن فيه سبب لوجودك. صحيح ربنا قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال كمان ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. ربنا مش عايز منك رزق لأنه سبحانه وتعالى اسمه الرزاق، وضع لكل واحد فينا رزقه قبل ما حتى يجي الدنيا أصلا. لكن يا صديقي ليس عليك الا ان تسعى وليس عليك ادراك المقاصد، فادراك المقاصد والنتائج على ربنا سبحانه وتعالى. لان ربنا سبحانه وتعالى يعني قال ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا، وان الله لا يضيع اجر المحسنين. يعني كل ما عليك انك انت تحسن وتتقي الله في عملك، وده وصى به صلى الله عليه وسلم حينما قال ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه، ولان ربنا قال واتقوا الله ويعلمكم الله. يعني يا صديقي كل ما تتقرب لربنا اكتر كل ما هيمن عليك اكتر من فضله ويعطيك اكتر واكتر. يعني اشتغل اكتر هتتعلم اكتر واكتر، فلكل جهد كبير اجر مضاعف. ربنا وضع فيك ميزات كبيره جدا جدا، بس انت دور جواك واشتغل هتلاقي نفسك انت عندك حاجات كتيره جدا انت ما تعرفهاش اصلا. هو ايه اللي انا بعمله ده؟ ده قوه كامنه. يعني ايه قوه كامنه؟ قوه كامنه قوه انت ما تعرفش عنها حاجه، ربنا وضعها فيك لكنها خامله. طب يعني ايه طب ايه اللي خلاها خامله اصلا، او ايه اللي مخليها خامله وانت عرفتها ازاي؟ عرفتها بقربك لربنا وبشغلك وعملك المتواصل. عشان كده بقول لك اشتغل اكتر هتتعلم اكتر، وده السبب اللي العالم وصل له دلوقتي، انه بقى فيه تطوير كبير جدا جدا في كل حاجه من حوالينا. طيب هنا بقى يجي السؤال، ليه العلم ده لم يوثق به جيل الصحابه او الجيل الاول من الدنيا، اللي هو جيل الصحابه او التابعين او السلف الصالح او الناس اللي هي ايه اولياء الله الصالحين، مع العلم انهم كانوا اقوى مننا في التقرب الى الله وفي الطاعات، فهم اولى يعني من عالمنا هذا اللي هو فيه معاصي وذنوب والكلام ده كله، اللي هم اكثر من الاجيال السابقه والتي مضت في معاصي وذنوب. ولما رزق الكفار والغرب بتطوير كبير جدا جدا في البناء والتنميه والتكنولوجيا، وحصلوا على تطوير كبير جدا جدا في كل ملاذ الدنيا. ليه يعني الصحابه لم يرزقوا بهذا التطوير الكبير؟ لانهم يا سيدي كانوا في مرحله بناء لهذا الدين الاسلامي، وكان شغلهم الشاغل محاربه كل من يحارب دين الله. وكيف كانت حياتهم؟ فكان اكبر عمل قدموه لنا وللكون اجمع انهم نشروا الدين الاسلامي في كل مكان في العالم، تمام، والكون كله، وكانوا افضل خلق الله الى الله، فقد قدموا الكثير والكثير من اجل بناء هذا الدين الاسلامي، فقد اعزهم الله بهذا الدين وقدموا اكبر ما لديهم وهو النفس الذي بين جنبيه، اللي هو ايه؟ قدموا يعني ارواحهم في سبيل الله ولله فقط ولرسوله، لا من اجل دنيا ولا من اجل منصب ولا جاه ولا الكلام ده كله، او ليقال عنهم مثلا قدموا كذا وكذا وكذا علشان يعني يبقوا كذا او كذا او الكلام ده كله. يعملون فقط من اجل الله وابتغاء مرضاته، وكانوا يعملون فقط من اجل الجنه والجنه فقط. ومع ذلك طبعا كانوا اصحاب مشاريع واصحاب اعمال كبيره جدا، وكانوا من اكبر التجار مع صعوبه العمل التجاره طبعا نظرا لكل المسافات والطرق وقله المال والامكانيات، ومع ذلك كل ده كانوا اصحاب همم عاليه. طبعا منهم عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وابو بكر الصديق وابو سفيان وما الى غير ذلك من الناس دي كلها. وطبعا كانوا في المرحله دي مرحله بناء، اللي هو مرحله بناء كل شيء الى ان وصل اليك ايه؟ كل شيء بكل الامكانيات دي وبالتطوير ده كله، ومع ذلك لكن انت ايه؟ اقل منهم ايمانا واكثر معاصي وذنوب. ليه بقى الكفار ليه بقى رزقوا بده كله وبكل ملاذ الدنيا دي؟ اولا الرزق يا سيدي بيد ربنا سبحانه وتعالى، فليس على العبد يعني ايه شأن فيه او تدخل منك سوى ايه؟ الا انك انت يعني تشتغل وتسعى، وانت كانسان مسلم بيبارك لك ربنا سبحانه وتعالى في الرزق ده، وبتحس بالسعاده يعني كل ما يعني من كل ما تقدم وتجني من اجل طاعتك، يعني كل ما تعمل حاجه بتجنيها علشان طاعتك يعني، وانك انت بتقرب بيها ربنا سبحانه وتعالى، يعني انك انت بتشتغل الشغل ده عشان ترضي ربنا سبحانه وتعالى. لكن الكفار ليهم الدنيا والدنيا بس، عشان تبقى فاهم، ليس لهم في الاخره الا النار والعياذ بالله. اما انت كمسلم تقي تخاف الله وتعمل كل عمل تعمله وانت في قلبك ان الله مطلع عليه، فهذا العمل عباده من ضمن العبادات وتؤجر عليه.
اما اذا كنت تعمل العمل ده عشان الدنيا وعشان الدنيا بس، فلك الدنيا وما فيها، ولكن دون الحصول على الآخرة، لأنك نسيت الله وغفلت عنه، وإذا نسيته وتناسيت عن الله أكثر فأكثر لم يكن لك من الدنيا سوى العمل فقط الذي تقدمه أو تعمله من أعمال الدنيا. أما إذا كان قلبك وعقلك ذاكرين لله، في قلبك وجل وخوف من الله، يعني في قلبك وجل وخوف من ربنا سبحانه وتعالى، ده أن الاستغفار على لسانك وقلبك حاضر مع الله لا مع الدنيا والبشر، فستكون يا صديقي في معية الله وحفظه، وستكون الآخرة يعني هي أكبر، وسيكون عملك ليل ونهار من أجل الله والآخرة فقط. فكيفما قال طبعا ربنا سبحانه وتعالى على لسان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حينما قال الله تعالى قال إن نسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فأنت يا صديقي عايش عشان تحيا من أجل ذلك، أنت إنسان حي مش إنسان عايش. العايش ده هو صاحب جسد، الجسد اللي هو البالي ده اللي هو يعني لم يكن بداخله روح تتعلق بخالقها، بتحس بالسعادة وعنده جزع كده وخوف من ربنا سبحانه وتعالى، ولما بيتوجه الى ربنا سبحانه وتعالى بالتضرع والدعاء والكلام ده كله بيحس براحه وطمانينه مع تقربه لربه سبحانه وتعالى في هذه الحياه. اما العيشه بقى اللي هي اول ما تيجي تسال واحد عامل ايه يقول لك الحمد لله هو عايش وخلاص، ده مش كلام خالص خالص.